البداية كما تعودت مقالي ومقال والتعاون مع أهل الشر، ده عنوانك وده قلقك وده تحذيرك. جدا جدا. مجموعة من الأخبار أيوه من كتر ما هي بتتقال ويحصل هيصة عليها ورد وبتاع ولا لها صدى عند جمهور الأهلي، أنا اللي عايش جوه المطبخ ساعات بتمخول، فببتدي ألجأ لكل مصدر في النادي الأهلي على كل خبر. طب وأنت المصدر بقى؟ والله العظيم ثلاثة أنا لسه قافل مع الناس اللي هي يعني مصادر إذا القرارات كلفت هي اللي هتكلف. أيوه. لا مصدر القرار قال في حاجة خالص في موضوع زيزو خالص. استناني، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الأهلي لم يفاوضه خالص. أنا أمير بكلمه قال لي ولا الهوا يا كابتن، ما اعرفش الكلام ده جابوه منين. لا هو قال ولا احنا قلنا ولا في اصلا هذا الموضوع، وليس هذا هو الوقت الذي يمكن ان يصار في مثل هذه الامور الا اللي كان حد حادفها عايز يعمل مشكله. عايز يشعر الناس في ضيقها انها الاهلي بيعمل كذا وبيسوي كذا. لدرجه الانسان الحصيف الفيلسوف ايمن يونس يعلق على هذا الامر ويقول اللي هيفاوض لعيب هيفاوض لعيب. يا خليك انت رمانه ميزان دلوقتي. استقي الاخبار. انا ما عنديش مشكله كابتن ايمن تسالني وهجيب لك والله الخبر اليقين. يعني اصلا المسائل هو انت لو عايز تتفاوض مع لعيب او هو يتفاوض مع لعيب، ما هي المساله في الاخر بتبقى متاحه معلنه، بس ده لا توقيتها ولا زمانها ولا ينبغي ان تكون الان في اي حاجه. الزمالك عنده ظرف بيسيطر عليه، خلاص لازم نقف بعيد ناخد خطوه لورا ومالناش دعوه وربنا يوفقهم. باذن الله. لكن ما فيش حاجه مني خالص مثلا، يعني ده واحد من الامثله يعني. وهكذا يعني عند اسالني مروان محسن فجاه الكابتن محسن صالح مدير او رئيس لجنه التخطيط قال ايه؟ بيوصي بعدم تفعيل عقد مروان الجديد. هو لما يتقال الكلام ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه اثاره مشكله بينك وبين فيرود في توقيت مهم. في توقيت مهم، واصبح النهارده ما فيش غيره هو وصلاح محسن وصلاح محسن واحمد ياسر يعتبر. واحمد ياسر اللي هم لسه راجعين للفريق. واحمد ياسر ما انتش عارف هيعار تاني ولا لسه. ايوه. فانت هنقول يعني فانت هو بيصار الكلام ده ليه؟ لما يصار على صفحات الاعلام نقول الصحافه بتجتهد وبتعمل يعني عناوين جاذبه. لما يبقى في المعسكر الاخر نقول عايز يصدر لك مشكله. لكن لما يتلقفوا الاهلاويه وعشان كده بقول لك احذروا. انت افضل ما تقدمه للنادي الاهلي الان يا اهلاوي يا مخلص يا حبيبي الاهلي هو الحذر. لا يمكن ان يكون علاقتك باي عنصر من عناصر اللعبه في النادي الاهلي كده مهما كان.